أثار الصحفي بإذاعة مارس أمين بيروك موجة غضب عارمة في صفوف مكونات الوداد الرياضي بعد وصفه للفريق باللقيط، في إشارة إلى العدد الكبير من اللاعبين الذين تعاقد معهم خلال مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية. وسارعت إدارة الوداد إلى إصدار بيان صحفي أمس الجمعة بعد وقت قصير من تفجر غضب مكونات النادي، مستنكرا بقوة ما وصفه بالكراهية المتجذرة تجاه مؤسسته. وأضاف البيان ذاته على إثر التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الصحفي الإذاعي أمين بيروك في برنامج على راديو مارس، والتي تجاوز فيها حدود المهنية والأخلاق بالتعبير عن حقد عميق تجاه نادي الوداد الرياضي من خلال عبارات لا تليق بمستوى النقاش الرياضي. فإن إدارة النادي تدين بشدة هذا السلوك المشين الذي يسيء ليس فقط لنادي الوداد بل وللمنظومة الإعلامية والرياضية برمتها. وأكد نادي الوداد أنه يحتفظ بكامل الحق في متابعة المعني أمام الجهات القضائية المختصة، حرصا على رد الاعتبار للنادي وأعضائه وجماهيره.